اليوم نحكي لكم عن جريمة هزت أمريكا كلها وصارت ترند عالمي. القصة بدأت سنة 2008 بولاية فلوريدا لما كايلي طفلة عمرها 3 سنين اختفت فجأة. أمها كيسي راحت بلغت الشرطة بعد 31 يوم من اختفاء البنية. تخيل؟ المحققين ظلوا يسألونها ليش تأخرتي؟ كيسي ظلت تتغير بكلامها، مرة تقول راحت ويا صديقتي، مرة تقول ضاعت بالحديقة. بس الصدمة الأكبر، الشرطة فتشت السيارة مال كيسي وكشفوا ريحة غريبة بيها، ريحة تشبه الجثث. بس بالمحكمة المحامي مالتها فاجأ الكل وقال إن الطفلة غرقت بالمسبح والأهل حاولوا يغطون على الحادث. بعد محاكمة طويلة وهيئة المحلفين قررت براءة كيسي من القتل. الحكم هذا أثار ضجة والناس للآن ما مقتنعين ويعتقدون إنها المجرمة. شنو رأيك أنت؟ هل فعلا غرقت؟ لو الأم كانت تخطط من البداية؟ اكتب رأيك بالتعليقات.